السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبايبي حبايبي حبايبي، وحشتوني وحشتوني من آخر فيديو. عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الأيام بخير يا رب يا رب. قولوا ايه؟ قولوا امين، وقولوا ايه؟ اللهم بلغنا رمضان يا رب. الأول يبارك لنا في رجب وشعبان، ويبلغنا رمضان جميعا 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 يا رب. حبايبي، هنا دخلتي بقى، تعالوا نشوف فيديو ام حماده بتعمل ايه. نقول ايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وصحبه وسلم. ام حماده قامت بقى ايه بدري كده، نورت فتحت الشباك عشان الشمس والنور ربنا يخش لنا كده، وايه ونشوف دنيتنا كده هنعمل ايه. يلا حبايبي قوموا معايا، يلا قومي معايا حبيبتي. شجعي كده بفيديو ام حماده. وشوفي وراكي ايه. اوعي تكسلي من الشتاء. لا حبيبتي، قومي شوفي كده بيتنا ايه. البت جانا باين اللي بتعمل لكم لايك. البت جانا. يلا حبايبي، بصي بقى ام حماده تروق كده معاكم. نفضت الشباك، بص الشمس بقى جميله ازاي، جميله جميله الشمس داخله جميله. انا بعشق الشمس دي بتاعت الشتاء، انما في الصيف بتبقى حاميه اهو. يلا كده حبيبه قلبي، قومي مع ام حماده. انا لقيت البفارش التانية ديت بقى، قلت اغيرها برضو عشان برضو برضو اللي بينام برضو بيعرق ولا حاجه برضو. قلت ايه نغيرها ونحط بقى حاجات نظيفه كده، وريحتها نظيفه وريحتها حلوه ومغسوله وحلوه اهو. يلا حبيبة قلبي كده مع ام حماده قومش. بص بقى ام حماده خلصت هنا كله اهو. ويلا بقى يا ام حماده امسحي كده ونضفي. يلا. الله يديك الصحه يا ام حماده، الله يديك الصحه والعافيه. ده ام حماده بنت شطوره، بنت سكوره، بنت عسوله، يعني اللي تقولوه اللي تحسبوه. بس والله العظيم ده انا كنت شاطره شطاره. بس السن بقى هقول لكم ايه، يعني هقول لكم ايه. نقول الحمد لله رضا. نحمد ربنا يا رب. نحمد ربنا على كل اللي بيجيبه لنا، الحمد لله. ربنا بس يبعد عننا المرض بس، والحمد لله. خلصت يا ام حماده؟ دي بتفرش كمان ام حماده. ام حماده مش بقول لكم شطوره؟ مش بقول لكم ام حماده شطوره؟ بتفرش اهي. شفت بقى؟ ادي يا ست ام حماده خلصت اهي. تشكري يا ام حماده، كتر الف خيرك. كتر الف خيرك. متشكرين منك يا ام حماده اهو. تعالوا بقى نخش على الايه، على الصالون ده برضو. ادي ادي كده يا ام حماده، شاطره شاطره. يلا. بصي انت لما تعملي الحاجه اول باول والتراب ما يتركنش، انت نفسك مش هتتعبي. يعني لما تعملي على طول انت نفسك مش هتتعبي. لكن لما يكون ليكي مده والتراب مركن، انت لازم بقى طبعا تنك وراه لغايه اما تنضفي الحاجه، فبنيها ان انت هتتعبي. فانت لما بتعملي اول باول ما تتعبيش اهو، تبقى كله على الماشي، بس لازم هتنضفي برضو ايه من التراب اهو. يلا يا محمد امسحي بقى. شفتوا بقى يا ست محمدة؟ ادعوا لها بقى ربنا يبارك لكم. قولوا لها ربنا يشفيك ويعافيك يا ام حماده يا رب. احنا وكل اللي مريض، يشفي كل مريض ويعفي كل مريض يا رب، بحق جاه النبي، بحق الايام المفترجه يا رب. يلا حبيبه قلبي كده قومي. ومش شجعة مع ام حماده. اعملي كوبايه القهوه، اعملي كوبايه النسكافيه بتاعتك وكده، وتشجعي مع ام حماده. انا على فكره النظافه بتشدني، والله والله النظافه بتشدني اهو. شاطره يا ام حماده، كتر الف خيرك. شاكرين منك يا ستي. بصوا بقى، اشيل حاجه حاجه كده، كرسي كرسي، واعمل تحت منه ايه عشان ننضف ونجيب التراب بقى وكده اهو. انتوا عارفين برضو ايه، ان انا بعاني برضو من التراب. بصوا التراب تراب، شتاء صيف التراب تراب، فانا ما بحبوش يعني. ما نعمل كده اول باول بيبقى الحاجه نظيفه وتبقى نظيفه. اكنس بيتك ورشه.
يلا حبيبة قلبي قومي مع ام حمادة كده، يلا انا بشجعك والله. قومي كده والشطري والشجعي. لا مش بعلمك، انا بشجعك بس. انا عارفة ان انتوا ستات بيوت زي العسل، زي العسل، واشطر مني بكتير، بس احنا بندي تشجيع لبعضينا بس مش اكتر. زي ما اكون كده قاعدة واحدة مع واحدة تقول لها قومي، قومي قاعدة ليه، قومي يلا قومي. كانوا زمان يقولوا لنا ايه؟ الشاطرة تعمل حاجتها والخايبة تقعد تحدتها. فهمتوا كلمتي؟ يعني الشاطرة تقوم تعمل حاجتها، والعبيطة والخايبة تقوم تقعد تحكي. عرفتي؟ كانوا زمان يقولوا لنا كده، بتوع زمان بقى كلامهم كده وامثالهم. كانوا امثالهم ليها العجب، بس كانوا زي العسل والله، والله كانوا زي العسل، وكانوا بتوع خير، كانوا ناس كبيرة بتاعت الخير. الحمد لله، ولا يوم ولا يوم من ايام زمان. الحمد لله رضا. يلا بنفتكر كلامهم والله، بنزعل على الكلام اللي كانوا بيقوله لنا. الله يرحمهم، الله يرحمهم ويسامحهم. اهو شفتي بقى ام حماده حته حته رخر، خليت البلاط السيراميك ده قشطه، والله خليته زي الفل. وغير بقى المساحيق اللي انا بحطها، حاجه كده معطره بالليمون بتخليه حلو. اهو يلا تسلم ايديك يا ام حماده، وفرشت كمان. شفتوا بقى؟ تشكر يا ام حماده. تعال نخش بقى على الاكل. ما احنا اشتغلنا، فلازم نعمل اكل، يعني لازم نعمل اكل. هنعمل بقى ايه؟ يلا الشاطره بقى تقول ام حماده هتعمل ايه. ام حماده هتعمل كفته، بس كفته فراخ، وكل حاجه عندك في البيت اهو. العيدان بتاعت الخضره دي تشيليها خالص، لو كبتك زي كبتي كده، حته تومه وبصلايه وشويه خضره، شويه خضره اللي موجودين عندك. بس الرز بقى اللي هو ايه، الرز اللي بنجيبه جاهز دوت مطحون، رز مطحون، او دقيق رز. جيبيه بقى، شوفي من عند العلاف ولا تجيبيه من كده هو او العطار. وتروحي بقى جايباه جاهز كده. طبعا ضربت البتاع دوت الفراخ، فرمتها زي ما انتم شايفين في الكبة، وبصلايه وخضره وفلفل اسود وملح. البهارات اللي انت بصي، البهارات اللي انت تفضليها، اللي انت تحبيها. انا مش هحكمك اقول لك حطي ايه وما تحطيش ايه، اللي انت تحبيه حطيه. وهنا بقى كله اهو، وحطيت شويه رز ايه حبه صغيره، عشان خاطر بس ايه، ما حطيتش كتير، ما تنشفش منك. لا بصي بقى ام محمده اهي، انا عارفه المعيار عشان انا عملتها قبل كده اهو. وهنا بنقليها اهو، بصوا بص، والله العظيم كانت زي العسل، عسل اهو، كانوا زي العسل. يلا يا محمده شيل ده وحطي ده كده على طول، والله كان زي العسل. ويلا وقطيتين كده على بصلايه ولا حته تومه، وخدعي لها ولا قللها، وروحي حاطه دول على قلب دول واعملي